السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي، اش اخباركم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحة مزيانة. اليوم كيف ما كتشوفوا في بداية الفيديو غادي نشارك معكم مخيمرات صغار معمرين بالخضرة والدجاج كيجو غزالين. كنحتاجو فيه 3 ديال القرعات صغار، 2 ديال الخيزوات كيف كتشوفوا هكا محكوكين على هذا الشكل. كنحتاجو فيه الدجاج، صدر ديال الدجاج، فليفله حمراء مقطعه صغيره، بصيله مشلضه، وهنا قريعه. هادو هما المقادير اولا المكونات. ندوزو للمقادير. غنحتاجو فيه القزبر، مليحه، بزار، خرقوم، سكينجبير، تحميره ودريس ديال الثومه. من بعد ما حطيت المقيله ديالي كتسخن، درت فيها شويه ديال الزويته بلديه وكنشحر هذيك البصيله. غادي نخليها حتى تشحر مزيان. غادي نضيف عليها خيزو حقاش هو كيشد شويه الطياب. صافي نشحرو هكا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف الدجاج حتى هو نشحر. كل حاجه عطيوها وقتها، اي حاجه حطيتوها باش تشحر اعطيوها الوقت ديالها. صافي غادي نشحرو حتى هو غير فقط بزويته بلديه، هي باش شحرت يعني مازال ما ضفت كاع التوابل. المهم من بعد ما شحرتهم هكذا غادي نضيف عليهم دابا سميتو الفلفله والقرعه باش نخليهم حتى هما يتشحروا واحد شويه، وغادي نضيف عليهم الإقامه باش تشرب ليا معاهم. كيف كتشوفوا شوفوا الالوان تبارك الله ما شاء الله كيبانوا غزالين. وفي نفس الوقت هاد المخمرات صحيين بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش هكذا الخضره ما كيبغيوهاش. هاد الطريقه هذه يعني ما كيردوش معاها البال. عندك فرماج زيدي، عندك لاصوص بلونش زيديها. المهم اي حاجه عندك غادي تضيفيها، ما غادي تزيد تبنن. انا عندي ربعه ديال الفورس وربعه ديال الفينو، شويه ديال المليحه وشويه ديال الخميره. غادي نعجنو عادي، ما كاين شي واحد ما كيعرفش يعجن مخمار. صافي كيف كتشوفوا غادي ندلكها مزيان. ضروري من العجينه انها تدلك باش تعطينا الطوع. الا ما كانتش مدلوكه كتبقى شويه ما كتجيش زوينه. المهم غادي نستمر على هذا الشكل. العجينه غتكون مرخوفه شويه ماشي تاني قاصحه، مهم مايله شويه الجراوه اللي غادي تكون هكا. مهم طريه في ايديكم. هانتوما غادي تشوفوا معايا الشكل. هانتوما شفتي كتجرب مع يدي. هذا هو الشكل ديالها. صافي هنا من بعد ما طابت لي الحشوه خليتها باش تبرد واحد شويه، وغادي ندوز نشكل العجينه كويرات. هانتوما غتشوفوها معايا كويرات صغيورين باش ما بغيتش نديرهم كبار. بغيتو نتوما ديروهم كبار ديروهم كبار، نتوما لكم الاختيار. صافي هذا هو الشكل ديال الحشوه ديالي. غادي نبدا هكا كنسرح وغادي نحط ونبدا نجمع. هنا ما قدرتش نجمعها بايد وحده، شاده التليفون بايد وغنجمع بايد ما متحكمتش فيها. اما هي ساهل وقلت لكم سريع. كتبقاو غير كتجمعوا الطريفات بحال هذا الشكل. انا ما قدرتش نكمل حتى خديت الاستعانه بصديق. المهم غادي تكملوا على هذا الشكل. انا غادي نوريكم. من بعد ما حطينا الحشوه هنا غادي نجمعها هكا وكنبقى نقرصها من الجنيبات. صافي هذا هو الشكل ديالها. ها نتوما شفتوا غير كنجمعها وكنحطها. صافي هذا هو الشكل. نتوما ملي في هذا الاثناء كديروا فاش كتوصلوا النص كديروا المقله الغليظه، كنقولوا الخباز او المقله الثقيله. المهم كنديروها كتسخن. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نبدا نطيب. في هذا الاثناء راه كتكون العجينه راها كتخمر، يعني مورا ما كتعجن كتخليوها واحد شويه واحد 5 دقائق هكا كترتاح، وكتكوروها كيفاش كتبداو من الاول للاخر راه كتكون كتخمر معاكم. صافي هذا هو الشكل ديالها. هنا غادي ندوزو للطياب ان شاء الله يا ربي. هنا من بعد ما خمرات من بعد ما سخنات المقله غادي نقرصوها. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها. صافي كتقرصوها غير شويه وكنحطوها على الوجيه ديالها باش يتحمر لينا. انا ما تخافوا من حتى حاجه، واخا هكا كتخرج واحد شويه كتكون باينه العجينه يعني ما محطوطاش عليها مزيان، راه عادي، راه ما كيوقع لها والو.
صافي هنا من بعد ما كملت هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كتجي فنه والله حتى فنين. انا كنحلف ليكم كاع جربوها هكا الكوتي سميتو للعشاء، علاش لا تزيدوا على واحد العصير. وها هي عشيوه خفيفه هكا اللي كيتعشى بكري مثلا ولا يدير مع شي كويز ديال اتاي مع دوك شويه 7:30 8. بارك الله يجعل البركه، حاجه خفيفه وفي نفس الوقت كوتي وعشاء راه زوين. هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحله ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، من لي كومونتير زوينه، من التشجيعات ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد بوصفه جديده ان شاء الله. نخليكم على خير.